عملت الفطير ده في فرن البوتاجاز وانا قاعده كده. طريقه فرد بطريقتين، هنعمل النهارده الفطير بطريقتين اتنين. هنفرده النهارده بكل سهوله وتعملي القمر وتعملي احلى فطير واحلى غدا، فطير وعسل وجبنه قديمه. يلا بقى حطي لايك 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 للفيديو وللفطير، وتعالي يلا ندخل على الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. حبايب قلبي وكل متابعيني في كل مكان، ربنا يخليكم ليا وانتم النعمه الحقيقيه في حياتي. يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة. صباح الامل والتفاؤل والطاقة الايجابية وكل حاجة حلوة في حياتكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. عارفين يعني ايه؟ هنعمله النهارده في فرن البوتاجاز، وانتي قاعده كده هتقومي تعملي اجمل واحلى فطيره كده لولادك. معانا بقى ايه؟ احنا دي طريقه العجن يا جماعه بتاعه الفطير. الفطير المكونات بتاعته ميه، دقيق، ملح بس. حابه تضيفي معلقه سكر مفيش مشكله، مش حابه خلاص. انا حطيت ملح، دول حوالي 2 كيلو من الدقيق، معلقه ملح كبيره، والميه. الميه يا جماعه حسب ما الدقيق بتاعي بياخد، وتفضلي بقى كده ايه تعجني فيهم لحد ما تلاقيهم بالقوام اللي انت شايفاه ده. تمسكي بقى العجينه كده تدلي حقها كده في العجن، تلتي وتعجني وتلتي وتعجني كده. يعني ايه؟ خليكي جدعه كده، اما تكون كده جواكي حاجه اعملي شويه عجين وعجني ولتي فيهم احسن، علشان ايه؟ تطلعي وتخرجي كل اللي جواكي فيه. تمام كده. العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، واعملي لولادك بقى كده احلى فطيره واحلى فطير ممكن تاكليه. هسيب بقى العجينه، سبتها بتاعتي، غطيت عليها، سبتها ارتاحت حوالي 10 دقايق بس. جبت صينيه بقى جنبي كده، يلا نكور بقى العجينه بتاعه الفطير بتاعتنا او نقطعها. ايه عملت ايه؟ انتوا زي ما انتم شايفين الصينيه بتاعتي دهنه كده من الزيت، وبعد كده هكور. شايفين الكوره قد ايه؟ قد حجم البيضه، قد البيضه يا جماعه البلدي كده. هعمل لكم بطريقتين اتنين النهارده. طريقه الفرد هنعمل اللي هي الفطيره مثلا هنعملها مكوره كده حوالي 20 او 22، وهنعمل برضو طريقه تانية سهله جدا بصراحه، انا بستسهلها اكتر من دي. حبة الفطيرة كبيرة اعملها 20 25، حباها وسط 15، حباها صغيرة تبقى 10، حسب برضو ايه الصاج بتاعك ما يكون مقاسه قد ايه. تمام كده. انا قطعت كده كل الكور الصغيرة اللي انا هعملها. تقطيعة العجينة بقى التانية، شايفين الحجم؟ قد البرتقانة يا جماعة. هقطع بقى كده قطع قد البرتقانة. حوالي الفطيرة بعملها من 4 قطع ل5 قطع، حب زي ما تحبي برضو. سمكها بيبقى قدامك، حبة بتزودي قطعة تزودي، حبة ايه بتخليها 4 بتخليها. تمام كده. انا كده خلصت تقطيعة العجينة بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. سبتها شوية بس كده حوالي برضو ارتاحت كمان ربع ساعة و10 دقايق، على فكرة على ما جبت الزبدة دي وايه وجهزت السجام بتاعتي وحاجتي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص العجينة بتاعتي ارتاحت تمام. امسكي بقى القطعة كده بتاعت الفطير. هنعمل بقى اللي احنا قطعناه الاول، اللي انت بتقطعيه الاول بتحاولي ايه بتفرديه الاول. شايفين بيتفرد معاكم بكل سهولة. حطي في الزبدة كده. انا حطيت الزبدة دي يا جماعة وعليها زيت، زيت وزبدة. الفطير زيت وزبدة يا جماعة، تاكلي بقى احلى فطير. بصوا بقى وركزوا في طريقة الفرد الجميلة ديت، سهلة جدا وممكن تعمليها يعني في ثانية. ممكن تعملي فطيرة كده وانتي قاعدة كده في البيت وتسويها في فرن البوتاجاز بكل سهولة، سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. همسك كل القطع دي زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقه كده وبنفس الفرده على بعضها على بعضها على بعضها. انا علشان هو ممكن كل طبقتين ترشي رشه من الزبده، بس انا بغرق القطعه العجين في الزبده والزيت زي ما انتوا شايفين. وتخليكي كده لحد ما تخلصي كل كميه ايه العدد. انا طبعا عدى العدد كم قطعه على قد الفطيره، علشان كده قطعتهم والباقي كورته ايه تقطيعه كبيره. يلا قومي تشجعي، قومي تشجعي كده. وهاتي شويه دقيق، مش شرط تعملي كام واحده، اعملي على قدك فطيره واحده وتشجعي، واعملي لولادك حاجه كده ولقمه طريه وحاجه جميله وانتي قاعده.
تمام كده. الفطيره بتاعتي اهي خلصت، اللي هي طبقات على بعضيها. بعد ما بتخلصها بتلم بقى حروفها كده يا لفوق يا بتلميها لتحت، كلها 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 كده في تحت، وتظبطيها بالطريقه دي. يلا بقى على الكور الكبيره زي ما انتم شايفين. طبعا دي كبيره بقى، ديت كور اكبر زي ما انتم شايفين حجمها يا جماعه. الحجم ده غير الحجم اللي انا فردته. افرديها بقى لحد ما تلاقيها رقت خالص. تفردي بقى لحد ما تقدري تفردي. كل ما بتفرديها بتبقى ايه ارق وتبقى احسن. وما تقلقيش لو اتقطعت منك يا حبيبه قلبي يا قمر، احنا اللي هناكلها واولادنا اللي هياكلوها. اهم حاجه تعملي الحاجه وتطلع بنفس الطعم وتطلع جميله وتطلع من ايديكي كده احلى حاجه لولادك. وطبعا انت لما بتيجي تعملي حاجه لولادك بتعمليها، بتحسي انك بتعمليها بقلبك، والله بتعمليها بقلبك. يعني شايفين كده انا عملت دكه ولفتها في بعضها وحطيتها جنبي في الصاج لحد ما بعمل كمان بفرد اهو زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه، واقوم جايبه دي حطها في قلبها. شايفين اهو، والم تاني العجين عليها. يعني كل ما بفرد واحده بجيب اللي انا لميته احطه في قلبها من جوه واقفل عليه العجينه اللي انا فردتها. تمام كده لحد ما تخلصي 4 قطع او 5 قطع زي ما تحبي. في ناس بتحب الفطير خفيف، وفي ناس بتحب الرقيق وخفيف، وفي ناس بتحبه تخين كده ومليان. زي ما تحبي برضو، دي بترجع لذوقك واللي انت بتحبيه. شايفين الخطوات ماشيين مع بعض، ومفيش اسهل من كده لعمايل الفطير. يعني سهل جدا، ما تستصعبيش الفطير. تستصعبيش يعني حاجة سهلة. لو ولادك عاوزين فطيرة نص كيلو يا جماعة كده دقيق، في ثانية هتبصي تلاقي نفسك شوية مية ورشة ملح عليهم، وتروحي جاية ايه على طول تسيبيه يرتاح، وبعد كده بتقطعيه وتكوريه. تمام كده عملت الفطيرتين اهم، شايفين بطريقتين مختلفتين. هعمل برضو التالتة دي بنفس الطريقة كده. تمام بنفس الطريقة التقطيع الكبير. خلصت يا جماعة الفطير بتاعي القمر الحلو العسل ده، والله كان زي العسل، زي احلى متابعين كده بتتفرج عليا. يلا بقى دوسي لايك يا قمر، دوسي لايك للفطير والفيديو الجميل ده، واكتبي كومنت حلو كده للفطير بتاعنا القمر ده. بجيب بقى اول فطيره انا بططتها علشان هي طبعا اللي رفعت معايا. على ما بتخلصي كميه الفطير بيكون الفطير بتاعك اللي انت بططتيه في الاول رفع. طب انا عامله فطيره واحده، يبقى سيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه ترتاح معايا يا جماعه. كل ما تسيبي اي حاجه في المعجنات ترتاح بتديكي نتيجه احلى. كل ما تسيبيها ترتاح ترفع الحاجه ترتاح كده من التبطيط بتديكي نتيجه احلى. تمام كده انا فردتها خلاص كده. في فرن البوتاجاز بقى يا جماعه عشان نسويها لازم أن تكوني مشغله الفرن بقى دلوقتي على درجه حراره عاليه. تمام درجة حرارة عالية، لان ده ايه على ما الفرن بتاعنا كده يسخن كويس وتقومي ايه حاطة الفطيرة بتاعتك القمر. شايفين بكل سهولة قبت يا جماعة وطلعت معانا ما شاء الله، اللهم بارك. وحطينا التانية تحت اهي ما شاء الله. وبتسيبيه على نار عالية، بتسيبي الفطير بتاعك على نار عالية. ليه يا قمر؟ علشان فرن البوتاجاز برضو مهما كان بيكون النار بتاعته مش زي الفرن بتاع الخبيث. تمام كده يبقى كده عملنا اهو، وبنطلع بقى الفطير ونيجي على الطبلية. يلا بقى على الطبلية يا جماعة، عاوزين بقى كده ناكل أكلة حلوة. ادي الفطيرة الأخيرة كمان جهزت معانا وطلعت واستوت وبقت زي العسل، والله العظيم زبدة طري يا جماعة ومورق وجميل جدا. شوية عسل بقى، حتة جبنة قديمة. يلا بقى احلى لايك. شايفين بقول لكم لايك للفيديو يا جماعه. انا تعبت في الفطير وبس، والله العظيم 3 طريقه سهله جدا وناجحه، وهتعملي كده بكل سهوله وانت قاعده في البيت. مش تاني هتشتري الفطير بعد الفيديو ده. شايفين مورق ازاي؟ يلا يا قمر اشتركي في القناه وما تنسيش